بسم الله الرحمن الرحيم. المصري يعود بريمونتادا تاريخية يمكن لم تحدث في تاريخ النادي المصري في مواجهات النادي المصري ونادي الزمالك على الإطلاق. مباراة النهاردة يمكن لم تحدث في التاريخ النادي المصري ونادي الزمالك، إن يبقى الزمالك متقدم على النادي المصري بهدفين في أول الماتش ويجي فيه 3 أهداف ويخسر الماتش. صراحة نادي المصري مسيطر على الماتش من المباراة من أول الماتش لغاية آخر الماتش، عشان نبقى صراحة. ما عدا أول 10 15 دقيقة كده كان فيهم ندية، رغم إن الزمالك اتقدم فيهم بهدفين، لكن بقية المباراة كلها النادي المصري مسيطر على الماتش ومضيع أجوان بالجملة. يمكن الزمالك ما ضيعش إلا كورة واحدة طول المباراة. النادي المصري ضيع أجوان، يمكن في الشوط الأول ضيع 3 أجوان لجريندو، 2 بالدماغ واحدة بالرجل ما يضيعوش، والشوط الثاني مستحوذ. يعني المصري بصراحة يستحق المباراة انه يفوزها اكتر من 3 اهداف، يعني اكتر من 3 اهداف الصراحة، الشهادة لله. لكن كان نتكلم على الزمالك، حارس مرمى وحش جدا، اغلب الوقت بيطلع غلط. النهارده مش هنتكلم على محمد صبحي، عامة النهارده وحش جدا. خط دفاع الزمالك غير موجود مرة بالمرة على الاطلاق، لا شبانة ولا الونش، حتى الجون الثالث غلطة من الونش، عايز ياخدها لنفسه، الكرة اتقطعت من جريندو وراحت وجت جول، وكان جون في وقت قاتل في الدقيقة 87. خط وسط الزمالك برضو مش موجود خالص، رؤى ملوش أي لازمة من ساعة إمام عاشور ما مشي، مفيش خط وسط. يمكن لما ساسي مشي إمام عاشور عوض ساسي، إنما دلوقتي بعد إمام عاشور ما مشي مفيش خط وسط. زائد إن المدرب بتاع الزمالك أحمد عبد المقصود أنا مش عارف تاريخه إيه، مش مدرب أصلا. اليمة اليمين بتاعت المصري الشوط الثاني كلها بيهاجم المصري حسام حسن من عن طريقها، ومفيش اي تواجد ان السد الثغره دي خالص. هجمات متتاليه من المصري من اليمه اليمين، ودفاع الزمالك شوارع. المصري عمال يضيع في جوان سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني. الشوط الاول كان برضه بيهاجم من اليمه اليمين، والشوط الثاني كان بيهاجم من اليمه اليمين، و90 دقيقه وقت ضايع. الراجل ما قدرش يوقف اليمه بتاعت حسام حسن. الراجل احمد عبد المقصود ده ما عندوش فكر، حتى في ماتش المريخ السوداني، حتى في الماتشين اللي مسكهم ما عندوش فكر كروي، وما يقدرش يقود فريق درجة تانية من على الخط، ما يقدرش. يعني انت بتبقى قاعد شايف بعينك بره الملعب، شايف، يمكن جوه الملعب تبقى شايف اكتر، لكن الراجل سبحان الله لا شايف بره الملعب ولا جوه الملعب، مش قادر يدير المباراة. حسام حسن راجل محنك واقف على الخط 90 دقيقة بيدير الماتش باقتدار. كل اللعيبه التبديل بتاع حسام حسن بيعمل فارق، اما تبديلات الزمالك ما بتعملش فارق، ولا هجمه ولا طعم ولا رائحه ولا شكل. هدف بالنيران الصديقه في اول دقيقه، يعني ما جبناهوش بمجهودنا في اول 30 ثانيه ولا اول 13 ثانيه، عن طريق نيران صديقه لاعب المدافع المصري جابه في نفسه غصب عنه. كرة غريبه جدا، جاي بيطلعها قلشت ودخل الجون. والجون الثاني برضو الكرة ملعوبه، ناصر منسي لعبها جون والله ملو لازمه. عشان نتكلم بصراحه، فريق بلا هويه، بلا مدرب، بلا حارس مرمى، بلا خط وسط، بلا مدافعين، يمكن هو الهجوم شويه، واللعيبه كلها يعني صراحه ربنا اللعيبه كلها خارج المستوى، اللعيبه كلها خارج المستوى. ما شفتش لعيبه الزمالك بالمنظر ده، وما شفتش الزمالك اتعمل عليه ريمونتادا من فتره كبيره جدا، ان يبقى كسبان 2-0 وفي اول الماتش يجي فيه 3 اجوان. دي ما بتشوفهاش خالص، لا السنه اللي فاتت ولا قبلها، يمكن ولما الزمالك كمان في 2010 و2009 اللي كان فيه الزمالك يعني سيء جدا وما كانش في الفريق الا شيكابالا، ما كناش بنشوف الحاجات دي بتحصل، ان الزمالك يبقى كسبان 2-0 ويجي فيه 3 اجوان. مش موجوده على ارض الواقع، مش موجوده. حتى اما الزمالك كان بيجيب لعيبه درجه ثالثه كسر، ما كانش بيبقى موجود فيه نفس اللعيبه اللي موجوده دي، او نفس الدفاع، نفس اللعيبه ما عندهاش اصلا، يعني ما عندهاش حميه، ما عندهاش حميه. عارف لو اللعيبه دي عندها شويه غل ملعب، لو انت بتلعب مع اصحابك يا اخي، ده انت بتبقى هتاكل نفسك، مش عايز تخسر مع اصحابك. ماتش كده ما بيننا وبنطلع نسلم على بعض ونروح مع بعض، ما تبقاش عايز تخسر، ما بالك ماتش زي ده قدام الناس، حتى قدام جمهورك. ده انت السنه اللي فاتت واخد البطوله، السنه دي لغايه شهر 12 لغايه اول السنه الجديده انت متصدر الدوري بالمنظر ده. فريق 3/4 الصراحه عايز يتصرح، لا يقدر على ان جمهوره مثلا اللعيبه كلها اغلبها اغلب الموجودين، ما عدا طبعا قله كانت موجوده من السنه اللي فاتت، مش واخده على الجماهير ومش واخده على الضغط العصبي، جايين من شركات عايزين ياخدوا القرشين زي ما قلت لكم، وياخدوا الفلوس
ولا ونلعب، خسرنا خسرنا، كسبنا كسبنا، احنا كده بنقبض، مش فارق معانا الجمهور ده. ما تعودوش على كده. مش هينفع الزمالك الا لعيبه الزمالك الناشئين اللي من جوه النادي، ولاعيبه درجه اولى تيجي من الدرجه الاولى تلعب، تكون عايزه تتشهر، عايزه تتشهر قبل ما تاخد الفلوس تتشهر. مش هينفع. اما بالنسبه للنادي المصري، عشان ما نبخس حقه، فالنادي المصري الزمالك مش عارف يلبس الجريندو. لاعب النادي المصري اللعيب متحرك في كل حته، مش عمال يضيع في جوان ويجيب، وجاب الجون الاولاني وضيع كذا جون، وبيلعب بمزاجه، وبيوقف الكوره، محطه ممتازه ومهاجم ممتاز، وبيلعب في كل حته. فريق الزمالك، مش عايز اقول لك خارج نطاق الخدمه خالص من فتره، من ساعه ماتش اسوان، بس ابتدى يزيد، ابتدى كل ماتش يبقى للأسوأ. وبعدين نيجي نبتدي ماتش نكسب ماتش زي ماتش فيوتشر، نقول الماتش اللي جاي احنا هنبقى نار، ده احنا كسبنا فيوتشر اللي هو تاني الدوري، نتغلب الماتش اللي بعده. نيجي نكسب سموحه، نقول الماتش اللي بعده ده احنا هنموت، مش هنبقى فريق عالمي. نخسر من انبي، نكسب المريخ سطر ونسيب سطر، نخسر من مصر، وبعدين اداء سيء. يا ريتك انت اما بتكسب بتبقى اداء قوي، لكن ماتش سموحه انت كسب 3-0، سموحه ضيعت يجي 8 تجوان. ماتش فريق مش كويس، فريق عنده اخطاء ساذجه، سواء جوه الملعب، سواء من المدرب، سواء جوه الملعب. بس الراجل اللي ماسك الماتشين ده راجل ما يعرفش حاجه عن كره القدم، لا يعرف يدير مباراه. لو واحد جاهل هيدير المباراه هيبقى عنده رؤيه. الوينجات بتاعت المصري اللي شغاله ده شغاله طول الماتش، اليمه اليمين دي شغاله طول الماتش، ما همدتش ومش قادر يوقفها. بيفكرني بماتش للاهلي والزمالك سنه 99 97، كان روك رول اللي ماسك الزمالك، كان ياسر رهان شغال يمه الشمال شوك كامل، شوك كامل، وما كانش حاطط له واحد يوقفه، كان عمال يعدي ويعرض، يعدي ويعرض، يعدي ويعرض، وما كانش، مش عارف فكر المدرب. انا كنت في الماتش ده في الملعب، يعني احنا شايفين، هنطالب المدرب بقى، شايفين يا عم انت وقف الراجل ده، حط له واحد يوقفه يا عم، رجع واحد من نص الملعب يلعب جنب اللعيب بتاعك اللي يما اليمين يوقفه. ما كانش يعمل اي حاجه، كان واقف بيتفرج كده ولا في دماغه اي حاجه، نفس احمد عبد المقصود كده ما بيتفرج على الماتش. لكن النادي المصري يستحق الماتش من اول الماتش لاخر الماتش. بس الغريب على الزمالك انه يجي فيه 3 اجوان بعد ما كان متقدم بهدفين، مش واخدين على الكلام ده. سنه للنسيان، سنه للنسيان. ونتمنى من المدرب الجديد الالماني ده انه يطور الفريق. وطبعا المدرب عشان بس الاعلام ما يهاجموش، مثلا المدرب ملوش تاريخ، احنا مش هنروح نجيب احسن مدرب في المانيا، احنا مش فريق، مش برشلونه الاسباني ولا ريال مدريد يعني هنجيب انشيلوتي ولا يورجن كلوب ولا المدربين العالميين اللي هنجيبهم. ده احنا فرق معلش يعني اوروبا ما تعرفناش خالص. فالمدرب اللي هيجي لك من اوروبا مدرب عايز يبني نفسه بنفسه هنا، زي المدربين كلها اللي بتيجي. مش هيجي لك مثلا هو فيرا لو كان في عزه كان هيجي لك هنا، ده كان ماسك بورتو البرتغالي ولا بنفيكا، هيجي لك هنا؟ مفيش. مدربين اللي بيفكروا فيهم دول مش هيجوا هنا خالص، مش هيجوا هنا خالص، عشان بس من الاعلام ما يقولكش ده مدرب ماسك ناشئين المانيا. ده كويس ان ماسك ناشئين المانيا، ده كده يبقى عالمي. ده المفروض يبقى ماسك عشان نجيبه دي درجه تانية في المانيا. مش هتجيب يعني مدرب ماسك باير ليفركوزن ولا مدرب هيرتا برلين ولا فرانكفورت ولا بايرن ميونخ ولا الناس دي ولا بروسيا دورتموند. مش هتجيب مدرب يعني ما معكش فلوس اصلا عشان تجيب الحاجات دي. ده انت مش هتعرف تقبضه بالدولار. ده الاهلي اللي هو عنده يعني الدوله كلها بتخدم عليه، معلش يعني لعيب السله مش ما عرفش يقبضه مستحقاته بالدولار، مش لعيب سله مش لعيب كره قدم. واللعيب كره القدم بيتساوى معاه، سافيو ده بيتساوى معاه دلوقتي بالتراضي عشان ما ياخدش فلوس ويمشي. مفيش فلوس في الدوله، في البلد كلها دولارات عشان اجيب مدرب مثلا ولا اجيب مدرب عالمي. مفيش مدرب عالمي بيقدر بيمسك منتخب مصر اللي هو الاساس اللي انت بتعمل الدوري عشانه، عشان يطلع كذا لعيب يفيدوا منتخب مصر. ما بالك ناجي، وناجي محجوز على امواله كمان، وناجي رئيسه لسه خارج من السجن. يعني ناجي كل حاجه قدامه مفركشه، منتظر منه نحمد ربنا انه ما هبطش للدرجه الثانيه. والله الزمالك ده انه متماسك كده بالمنظر ده يحمد ربنا. لكن شويه اللعيبه الموجودين دول شويه موظفين عايزين يقعدوا وما تفرقش معاهم، يقبضوا بقى، يتخصم منهم،
يتعمل منهم مش فارقه، ما احنا وصلنا للي احنا عايزينه وخلاص. اتمنى في الماتشات الجايه المدرب ده لما يجي اللعيبه دي، عشان ما فيش قدامنا اللي هي تتماسك شويه، واللعيبه اللي تقدر تستحمل ضغوط الجماهير هي اللي هتقعد، والباقي هيمشي. الزمالك هيمشي 8 9 لعيبه. الصفقات اللي جت ديت ما عندهاش، انا بقول الحميه لعيبه كويسه جدا، بس تلعب في طلائع الجيش وتلعب في انبي وتلعب في حرس الحدود وتلعب في الفرق دي، تلعب في الفرق اللي هي لو انت تعادلت النهارده احنا هنديك مكافاه، لو انت كسبت النهارده هنديك 5 6 مكافآت. انما ما تلعبش في الزمالك، ما تلعبش في فريق كل الجماهير بتاعته بتطالبك كل ماتش ان انت تكسب، ومش بس تكسب بالحظ او توصل بالحظ، لا ده انت تكسب وتقدم عرض ومش بالحظ. لان انا هطلع اتكلم اقول لك انت ما تستحقش ان انت تكسب. السنه اللي فاتت كنت باخد الماتشات واحده واحده، 11 ماتش و10 ماتشات واداء رائع. اول ماتش جونين واداء رائع. دلوقتي اهو، حتى لو الزمالك كان كسب الماتش النهارده، هل كنت هطلع اقول ان الزمالك كسب الماتش ويستحق الماتش؟ يبقى راجل منافق، ما كنتش بتفرج على الماتش، ما كنتش شايف الماتش قدامنا باين في التلفزيون بنتفرج عليه كلنا. الزمالك سيء جدا، المصري بيهاجم، المصري منتشر، خط دفاع المصري متماسك، حارس المصري اذا كان ضعيف حتى ضعيف، دفاع المصري معوض الحاجات دي، مدرب المصري واعي وفاهم، خط وسط المصري كويس، خط هجوم المصري شغال 90 دقيقة على دفاع الزمالك اللي هو خارج الفورمة وخارج الخدمة. اسماء بس، الونش جاي من الاصابة مش هنقول له اي حاجة، لكن شبانة خارج الفورمة، كل اللعيبة خارج الفورمة، ولو حطيت اي حد في الدفاع تاني برضه هيبقى كده. مدرب ما يعرفش حاجة عن كرة القدم، 90 دقيقة عمال يهاجمك من يمة واحدة، اغلب الهجوم من اليمة دي، من اليمة اليمين، من اليمة اليمين ومن عمق الملعب، وانت ما انتش فاهم اي حاجة، قاعد بتتفرج عليه. كل شوية تعترض، فاول، اصل دي مش عارفة، اصلها جت في ايده. يا عم ما فيش فار، هو مش هيحسب لا ليك ولا للمصري، مش هيحسب، جت في ايده خلاص. الكلام ده اما يبقى فيه فار. اتمنى القادم يبقى احسن لنادي الزمالك، وبارك للنادي المصري على العرض وعلى الاداء، وبارك لحسام حسن على الفكر الكروي وعلى التغييرات المؤثرة في نتيجة المباراة النهاردة. في بداية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.